السلام عليكم. اليوم مع وصفه ان شاء الله جيتكم بوصفه غولي شوفله. رانا في الموسم تاع الشوفله، يعني نجهزوا هاد الوصفه مع بعض، نبدلوا شويه، ماشي دائما شوفله مقلي، نقصوا شويه الدهون. هنا واش عندي راس شوفله صغير غليته في الماء والملح. راح نحتاج معاه كميه تاع المعدنوس ونهرسوا مع بعض. اذا نهرسهم يعني ما يهمش، غليه فقط في الماء والملح. اذا من بعد ندير عليه 2 بيضات كاملين. العمليه راهي ساهله. عفوا ندير عليه هذوك 2 مغارف كبار تاع فرينه هكذا باش يشدونا. نعرفوا انه الشوفلور يعني فيه الماء، نزيدوا له البيض. لازم تزيدوا له 2 مغارف كبار تاع فرينه. اللي ما يحبش فرينه يقدر ديري 2 مغارف كبار تاع لا شابلور. اذا نخلطهم مع بعض مليح. اذا الخليط تاع الشوفلور تاعنا راه واجد. نضيف له فقط كميه تاع فلفل اسود، ماشي راح نزيد له الملح لانه ذقته يعني صبته هذاك هو هكذا باش الماكله تاعنا ما تجيناش مالحه. اذا نضيف له كميه تاع الفلفل الاسود، فلفل الكحل، ونخلطه. والخليط تاع الشوفلور تاعنا راه واجد. اذا بغيت انا حكمت امول يدخل للفوق، درت له ورق الطهي. يعني لازم ورق الطهي في هذه المرحله هذه باش ما يلصقلكش. وزدت دهنته بشويه تاع الزيت هكذا باش نضمنوا انه يعني ننجحوا في الوصفه وما يلصقلناش. من بعد ما دهنته بالزيت يعني ساح فيه غير بالعقل، ندير عليه هذيك الكميه تاع الشوفلور تاعنا. يعني كما سبق وذكرت انا درت راس يعني متوسط، راح ندير كامل الكميه اللي عندي. يعني مهما يجيك خشين ما يهمكش، راح يجي احسن. اذا ندير كامل الكميه اللي عندنا ونسوي له الوجه تاعو على المستطيل تاع ورق الطهي تاعنا. اذا بعد ما كملت نديروه كامل مستوي. ها هو معنا. ندخلو للفرن على 190 200 درجه. تشوفيه طاب ينشف لك، لازم ينشف مليح، يطيب من التحت والشعير من الفوق يحمر لك. ونعاود نكملوا يعني الوصفه، نجهزوا الحشو تاعنا ونكملوا. بالنسبه للحشو هنا حكمت المقله، درت حبيبه تاع بصل مقطع صغير نقليه، تقلى لي نص طياب لهنا. نضيف عليه كميه تاع اللحم المفروم، باش تقدري ديري تاع الدان ولا صدر تاع دجاج ولا يعني كيما حبيتي. استعملي اي لحوم، ماشي شرط تكون عندك كميه كبيره. مثلا انا ما درتش كميه كبيره، درت كميه قليله فقط. حبيتي تسكالك كثري لها البصل، راح تولي زاكيه، تقدري ديري لها السلق. يعني هنا كاين الاختيار، تقدري ديري غير الطون. ندير لها كميه تاع المعدنوس هكذا باش الحشوه تاعنا تجي مدنينه. نتبلها بشويه تاع فلفل اسود، فلفل الكحل، وشويه تاع الملح. اذا نقلي كلش مليح. دائما اللحم المرحي كي طيبيه فتحيه بالمغرفه هذا باش ما يطيبلناش مكور. كاين اللي يدير له كميه تاع الماء، انا ما نديرش عليكم، ما نحبش هذيك الطريقه تاع الماء، نحب نطيبو بهذه الطريقه. وكل واحد وطريقته وكل واحد والذوق تاعو. اذا نكمل نطيب اللحم تاعي مليح، نكمل طيابه مع البصل يتجمر لنا، نطفي عليه ونكملوا الوصفه. اذا في نفس الوقت الحشو تاعنا راه يطيب. هنا طيبت صوص بيضه. اذا ها هي معنا. عملت يعني شوفوا واش عندي طراف تاع دجاج. شوفوا هنا كيما هذا عظم، هذا فقط يعني بننت به. درت بصله طراف تاع دجاج، شويه تاع الزبده، حميصه، شويه قرفه، شويه ملح، شويه فلفل اسود. هذا ما كان نخليها تختار لنا ونطفي عليها ونقدمها مع الغوري تاع نهار اليوم. بعد ما طاب الشوفلور تاعنا، الخبزه تاع الشوفلور، خلوه يطيب لك مليح. لما طابش مليح ما راش يتنحالك من البابي. واش ندير لنا؟ نحكم ورقه اخرى
نديرها على الوجه لانه الحشو مانيش راح نديرو على هذا، لكن راح نديرو على التحتاني، يعني ما نديروش على الوجه هذا، نديرو على الظهر. نجرب كيفاش نقلبو على الجهه الاخرى. اذا نحي السميوه ونديرو على الوجه هذا. خدمي غير بعقلك، من بعد نحيه غير بشويه كما سبق وذكرت. لا كان ما طيبتيهش مليح ما راحش يتنحالك من لو بابي. مثلا هنا تصيبي بلاصه ما تنحاتلكش مليح، عاونيها بالموس فقط بهذه الطريقه. عفوا نشوف لو يلصق يعني، رغم انه درنا لو بابي ودهناه بالزيت، لكن تصيبي مناطق لصق لك شويه. اختيار. مثلا اليوم راني مزروبه شويه هكذا باش نكمل نوجد الحشا تاعي. عندك الوقت خليه يبرد شويه، من بعد نحيه من لو بابي. ندير هذاك لا فيوند هاشي اللي كنت طيبتها من قبل. نمشيها كامل على الوجه، ويبقى الحشو اختياري كما سبق وذكرت. اذا ندير كامل على الوجه تاع الخبزه تاعنا شويه شويه، ماشي شرط تكون يعني طبقه تكون خشينه. من بعد نحكم شويه تاع الفرماج ونربيه فوق لا فيونداج. انا دائما نستعمل الشيدر، كما تقدري تستغناي عليه، ولا ديري جبن طري ولا ديري جبن مثلثات كيما حبيتي يعني، لكن اختيار ماشي شرط واش راني ندير. عطولو بنه فقط وما تكتروش. نعرفوا ان الفرماج مالح، نقصوا الملح قد ما تقدروا. اذا من بعد نبدا نلوي فيه. ما نديرش نلوي فيه بهذه الطريقه، انا راني حابه نلويه من بعد يعني. لاحظوا معايا ندير نلويه، نساعدو نعاون روحي بلو بابي. يعني شوفوا علاش قلت لكم يعني هذا هو الوجه تاع لو غولي. قلبيه باش تعمريه هكذا باش يجينا شباب. اذا ها هو معنا. ها هو الغولي تاعي معايا واجد. هنا فقط حبيت نزيدو لمسه اضافيه. نعاود نرجعو للمول. اذا به بالورق نديرو في الوسط فقط. يعني الطريقه هذه ماشي شرط ديريها. هنا عندي جبن الساندويتش راح نزيدو على الوجه، يعني تقدري تستغناي عليها. فقط انا حبيت نزيد يعني كلمسه هكذا باش تخليه برك يجينا شباب. اذا ندير هذاك الفرماج على الوجه تاعو. اذا بهذه الطريقه. ما عندكش تقدري ديري فقط جبن مبشور. نعاود ندخلو الفرن قيس ما يذوب فقط، يعني ما نخلوش يطول بزاف ونخرجوه. اذا ها هو اللغوري تاعنا معنا. دخلته للفوق فقط باش يذوب لي فقط، يعني ماشي يذوب فقط، يميل ويدي الشكل تاع اللغوري تاعنا. يعني مام با 3 دقائق ولا كان سخون الفوق تاعنا معنا. ونحكمو ونبدا نقطع فيه غير بشويه. اذا راكم تشوفوا والو وانا راني لاهيه مع التقطاع. اذا راح نقطعو بهذه الطريقه يعني دوائر. نقطعوه غير بالعقل، نسعفوه بالموس ونقدموه مع الصوص ونرجع لكم. الوصفه تاعنا اليوم هي هنا واجده. بعد ما قطعت هذاك اللي شوف له تقدروا تزيدوا تزينوه بشويه تاع المعدوس مقطع. شوف هذاك الفرماج كيفاش جانا مع ديك لاصوص بيضه عادي كما تقدري ديريه مع الجلبانه، لكن الاختيار كيفاش تقدميه. يعني وايل من الضياف تحطيه كطبق يعني جانبي ولا كطبق رئيسي. يعني نشوف كيفاش يجي لو غولي تاعنا، وتقدري تحشيه باش حبيتي. رغم انه يعني راس شوف له صغير، هذه ماشي كامل الكميه، هذا نص الغولي فقط اللي قطعته لهنا. جربي الوصفه اكيد راح تنال اعجابك. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.